يقولن إنهن يتعرضن لصنوف من الانتهاكات والمعاملات القاسية فقط لأنهن سندن مطلب الحرية ووقفن مع أزواجهن وأبنائهن وأخوتهن الذين خرجوا إلى ساحات التظاهر في أنحاء سوريا. دكتور، شاهدت النساء يتم اقتناصهن في المدن السورية من قبل الأمن السوري، وهذه جمعة الحرائر، وهناك اعتقالات كثيرة لنساء شاركن أيضا في التظاهرات. يعني هذه الصورة أولا لم تكذب هذه المرة مثل صور البيضاء، ولكن لم نسمع أن أحد يقول أنه هذا شعبي وهؤلاء النساء هم نساء شعبي ومواطنات سوريات، ولن نسمح أحد أن يعتدي وأن المجرم سينال العقاب وأننا نبحث عن المجرم. لم نسمع هذا. يعني أولا ثقافيا وأدبيا يفترض أن يسأل، وأنا يعني أقول الآن بكل هدوء ومسؤولية، مين البهيم؟ يعني مين الوحش الذي قام بذلك؟ من هو الشخص اللي ربوه بهذا الشكل المتوحش ليطلق النار بهذا الشكل على نساء ربما يتظاهرن لأنه أبنائهن معتقلات؟ وكيف يربى الإنسان بهذا الشكل؟ وكيف لا يحاسب الإنسان شخصه إنه أنا كيف طلع عندي هيك ناس بالأمن أو وات ايفر، يعني في فئات الميليشيات التي تسمى باللغة الشمالية شبيحة أو إلى آخره. كيف؟ هذا لم يصدر. يعني طب شو هو هذا؟ مسؤولية الجزيرة ولا محطة التلفزيون؟ هذا ولا مواطنات في حدا مسؤول عنهم؟ لماذا قتلنا بهذا الشكل؟ ومن ثم هؤلاء عصابات مسلحة. هذا هو الحقيقة. هي الأمر مرة أخرى ليست ظاهرة نفسها على أهميتها، وهي ظاهرة يعني تثير بالإنسان ما تثيره من حنق وغضب وحزن أن يحصل هذا في بلادنا وفي أوطاننا العربية، وليس من قوة احتلال يعني. ولكن إنه من يفعل ذات مر عليه مر الكلام ثم يدعي للحوار، يعني هل هذا حوار حقيقي؟ هيك يعني الأمور بتصير. واضح إنه في فشل السياسة الأمنية وفي اعتراف بهذا الفشل. استمرار المظاهرات اليوم بعد أن فشل الخيار الأمني يجب أن يفسر. فيقولون الناس سلمت أسلحتها مرة، يعني كأنه في وقائع تفصل حسب تغير السياسات. إنه لما اعتقلوا 15 أولاد في جيل 15 سنة في درعا وهبوا أهل نجدتهم صار في عصابات، فجأة طلعت في درعا عصابات مسلحة. هلا إنه في سلفيين وحاملين سلاح بسوريا وهذا خط عراق ولبنان موجود بنعرف إنه موجود وفي صراع معهم كل السنة. بس إنه هلا لما بالذات لما ناس فزعت لأولادها اللي في السجن طلعت عصابات مسلحة فجأة من تحت الأرض، ماشي الحال. طيب وهلا دغري سلموا حالهم لما السياسة السورية قررت إنه الخيار الأمني فشل، أم إنه في ناراتيف في سردية بتنحكى لتبرير السياسات؟ واضح إنه الخيار الأمني فشل. الفشل أولا فشل داخليا، بمعنى الشعب السوري البطل. طبعا بتأمل ما حدا بينزعج إنه نسمي الشعب السوري بطل. تعتقد هناك من ينزعج إذا سميت الشعب السوري البطل؟ يعني هن إذا بيقولوها بنبسطوا، بس إحنا بنقولها بيزعلوا، بعرفش ليش. مثل ما قلنا الحوار، هلا بيحكوا بالحوار. طب كان في هجوم، يمكن كنت معك بالبرنامج إني طلبت بالحوار، فجأة الحوار صار منيح، بس ما حدا اعتذر إنه يا عمي هاجمنا هدول الناس إنه قالوا بدهم حوار. ما سمعتش حدا اعتذر. قلنا لازم حوار وطني شامل، هلا بيقولوا لازم حوار وطني شامل. طب اعتذروا لنا، احنا حكينا الحكي قبل 3 أسابيع. لماذا 3/4 الخطاب السياسي الإعلامي الوطني موجه للخارج؟ يعني لا، هلا خلينا بدي احكي لك فكرتي. يعني اولا في قضيه انه واضح انه في ضغط خارجي اشتغل شغله وخشوا من الضغط الخارجي تحديدا الاوروبي، لان الاقتصاد مع اوروبا، الموقف التركي، العزله العربيه، واضح انه في مشكله، ونفس الوقت مظاهرات مش موقفين مكمله. فحصل تغيير وبالتالي بتتغير السياسات وبيصير الحوار فجاه منيح. واضح انه اذا بعدهم بيهاجمونا لانه طلبنا بحوار، بعضهم مش قاصدين حوار، لانه اذا انت مع الحوار لازم تقول والله احنا نتفق معك ومع فلان وفلان وفلان مساله الحوار وخلص قررنا وتعالوا نتساعد مع بعض بموضوع الحوار. بس واضح انه ما بدهم حوار، لانه ما زالوا بيهاجموا اللي بدهم حوار. وبنفس الاسلوب انه اذا انت بتختلف بفلتوا عليك المسعورين هدول اللي بيصيروا يشككوا بالناس والى اخره، مستعدين يستقبلوا اي خاين وعميل كان عند شارون مثل إليح بيئة وغيره، مش اسمي هلا اسماء عشان الناس تزعل، يعني اللي ما مستعدين يعملوا كل الفرة من عنش، وكانوا وبنشروا وثائق الآن عن ناس شاركت في الحرب في المؤامرة على لبنان، بس لما بنقولوا لعندهم بيصيروا مناح، لما بوقفوا معهم ضد شاب بيصيروا مناح. أما اللي كان وما زال مع المقاومة وضد الحرب وكذا، إذا بنتقدهم ببطل وطني. يعني إذا أنت مش وطني ومعهم بتصير منيح، وإذا أنت وطني وبتنتقدهم بتصير سيء. الشرط إنك تكون معهم. الشرط إنك، وهاي العقلية زي العقلية الطائفية.
مش احنا حكينا على العقليه الطائفيه، الانظمه بتستورد، هذا من نوع العقليه الطائفيه، من نوع انه انت هذا مش فيش معايير لبناء امه ومؤسسات، في عصبيات، والعصبيات هي اللي بتتحكم انت وطني ولا مش وطني، اذا انت معي ولا ضدي. هذا ببنيش، هذا النوع ببنيش مؤسسات وامم. نفس النوع اللي اذا في واحد بناقش وهو بال20 سنه او بال30 سنه، بيروحوا بدوروا على اهله او بيطلبوا من اهله يتبروا منه. هاي مش عقليه مواطنه ودول، هاي نفس العقليه العصبيات. ممكن اذا واحد مذيع بالتلفزيون يهاجموا اهلها ويتبروا منها. يعني في يعني في اذا يعني التفكير هو ليس تفكير رأي وخلاف بالرأي ونقاش، وإنما التفكير هو تفكير عصبوي ضيق اللي مش ممكن عليه تبني أي نوع من الحداثة إطلاقا. هلا هذا إن شاء الله الاستنتاج من فشل الخيار الأمني ما يكونش محاولة احتواء ما يجري الآن بطريقة منيحة، إنه ما زبطوش هيك نجي لهم هيك، لأنه هذا هو نوع التفكير. أما إذا التفكير فعلا حوار وإقامة مؤسسات فبيكون له معنى، لأنه علي الناس ما طلعتش تتظاهر من أجل الحوار، طلعت تتظاهر من أجل حياة أفضل، من أجل مؤسسات، من أجل حرية التعبير، من أجل حقوق المواطن. وصلت إلى إسقاط النظام. وصلت إلى إسقاط النظام. هلأ الحوار نفسه مش هدف، أما إذا النظام بيختار الحوار من أجل الوصول لهذه الأهداف ممتاز، بس مش حوار هيك حوار للاحتواء. يعني الهدف مش الحوار انه تعالوا نجمع معكم نتصور ونفرج الغرب انه هينا بنحاور المعارضه، انه تعال يا فلان وفلان بدي اجلس معكم منشان الغرب يشوف هي انا بدينا حوار. هذا مش حوار، هاي تكتيك. على ذكر الغرب دكتور، وسنفصل فيما يجب على النظام السوري القيام به او ما تراه على الاقل يمكن ان يعيد الامور الى وضعها السابق او يحدث اصلاحا او تغييرا جذريا. على ذكر الغرب والضغط الغربي، رامي مخلوف، ويعرف المشاهدون من هو رامي مخلوف، قريب للرئيس أنا لا أعرف المضبوط يعني. يتحدث، أنا أعرف سوريا الأخرى المناضلة المقاومة، هذا النمر بعرفه. يتحدث لنيويورك تايمز ويقول أنه استقرار إسرائيل مرتبط باستقرار سوريا. السؤال، كما يحدث في أكثر من بلد، كما حدث في ليبيا مثلا، ما هي صفة رامي مخلوف؟ لماذا يتم الحديث معه بشكل كبير؟ لماذا يتحدث باسم النظام في سوريا؟ بأي صفة؟ كيف يربط النظام السوري باستقرار إسرائيل وملاحق سوريا اللبنانية تتحدث أيضا عن هذا الأمر، عن ربط بالاستقرار بين إسرائيل وسوريا؟ هي هاي المشكلة يعني، وهذا أثرناه معهم إحنا في السابق المسؤولين السوريين. موضوع هذا الشخص اللي بذكرك بسيف الإسلام يعني، بس هذاك بيحكي بحبوب الهلوسي، هون بيحكوا لك كل واحد بخلي عنده ملايين دولارات، ذاك عنده حبوب هلوسي، كل واحد بيحكي بشو هو حابب الظاهر. شو الربط بين الدولارات والهلوسه؟ مش عارف، يمكن هذاك لانه عندهم ملايين الدولارات بيحكوا هون، لانه بحبوا يكون عندهم ملايين دولارات بيحكوا، مش عارف بالضبط يعني كل واحد يتحدث عن ما يريد. واضح انه في فشل اعلامي كبير في التحريض على الناس بهاي الطريقه وكذا. هون النمره اللي حكيت عنها حضرتك، لا بيحكي باسم النظام. اليوم وزير الاعلام طلع وحكى انه بيحكي باسم نفسه، لا هو بيحكي باسم النظام اكثر من وزير الاعلام، هو عنده نفوذ اكثر من وزير الاعلام، ووزير الاعلام بيعرف هذا الكلام. وزير الاعلام بيعرف انه هذا الشخص عنده نفوذ اكثر منه، مع انه ما عندوش اي صفه رسميه. لا واكثر من نفوذ، اكثر من نفوذ رئيس الحكومه كمان. لانه ان شاء الله، لا ان شاء الله هلا هذا التصريح بيكون بدايه، انه طبعا هلا بدهم يشتموا الناس اللي بيحكوا هالحكي وبعدين يروحوا يمكن ينفذوا انه يبطل له علاقه مع النظام. بس احنا من فتره بنقول هذا شو دوره الشخص، لدرجه انه الشعب السوري مهووس فيه. تعرف بكل العالم بسموا الخصخصه خصخصه، الا بسوريا بسموها رمرمه، الناس من كلمه رامي. يعني في شعب باكمله مهووس فيه. طب النظام شايف انه الشعب باكمله مهووس في هالشخص، طب زيحه. احتكارات اقتصاديه، استثمارات، واضح انه هنا في مشكله متعلقه بالاسره الحاكمه. يعني عندما كنا نقول، وهذا انا كاتبه في كتب وكاتبه من سنوات، هذا مش راي جديد لدي، انه ما يجمع الملكيات بالجمهوريات في الوطن العربي انه اصبح في اسره حاكمه ورجال اعمال جدد يحكمون في العلاقه مع الاسره الحاكمه، وكثير من الحالات في مصاهرات، وابناء الاسره الحاكمه بيصيروا رجال اعمال، ورجال الاعمال بيصيروا قراب من الاسره الحاكمه، واجهزه الامن، انه هذا الثلاثه بحكموا مع بعض. هون الاخ بين الاعمال وبين الاسره الحاكمه، كل واحد بسوريا بده يشاركه، وكل واحد بده يستثمر، بده يقعد معه، وفي عليه 1000 اشاعه انه كيف هذا، شو هذا بالضبط الظاهره، وبيطلع بعدين انه في مساله استقرار اسرائيل. انا لدي راي يا اخي علي، ومن زمان كمان من زمان حكيته وكتبته، انه بالسياسه الخارجيه السوريه واضح انه في موقف
متناقض مع السياسات والاملاءات الغربيه، وقد وقفنا معه في كل الحالات، وهلا يرجع الغرب نرجع نوقف معه. بس هن بيسايروا الغرب عمالهم عم بيحكوا على امريكا انه بياناتها غير موضوعيه، بالعكس في عندهم متحدثه قالت انه امريكا واوروبا بياناتها مش سيئه، بنيويورك تايمز، بنفس النيويورك تايمز، انه مواقفهم مش سيئه، نوت باد كيف مكتوب. طب مين الباد؟ احنا؟ انه مين الباد بالضبط؟ الامبرياليه القطريه مثلا يعني؟ هذا ما تم الإشارة له في الملاحق اللبنانية، انه فيش حدا شرير غير الناس الوطنيين اللي عم بينتقدوا سوريا، انه امريكا واوروبا موقفهم نوت باد. لا، والاختلاف دكتور سؤال، طب مين عامل المؤامره اذا؟ الاختلاف مع النظام السوري هو عودة للحضن الأمريكي. يعني حينما تنتقد النظام السوري، هو السوري، النقاش لما كان يجي يزور سوريا كلينتون ممنوع انتقاد امريكا 6 اشهر. هي هاي الطريقه في التفكير الغلط اللي انا باعتقادي بدها تودي بالنظام اذا ما صحيوش. انا مش بعرف اذا بيصحوا حالهم ولا ما بيصحوا، بس انا عارف انه الان في عمليه اما تذهب الى المجهول او بصير في عمليه انتقال ديمقراطي. هذا الشخص طريقته اللي حكى فيها على استقرار اسرائيل بالضبط تيار يشبه تونس، استبداد سياسي، ليبراليه اقتصاديه، وموقف متصالح مع اسرائيل، وموقف سلبي من المقاومه. ومش كلهم كانوا مع المقاومه، لما اجى كولين باول مش كلهم كانوا مع رفض شروط كولين باول، في ناس منهم كانوا مع قبول شروط كولين باول، ونحن نعرف ذلك. الرئيس اخذ حسم لرفض شروط كولين باول، بس في ناس بيقول لك سوريا اولا، موقف سوريا اولا، وبقول لك ليبراليه اقتصاديه، وبقول لك احنا مالنا ومال المقاومه وجع الراس هذا، واستبداد سياسي مثل موقف تونس، وكانوا معجبين بالنموذج التونسي. هذا النمط بيمثله هذا الشخص، وما يقولوش مقاومه، لان انا ما بعرفش شو علاقه رامي مخلوف بالمقاومه ودعم المقاومه، لا هو ولا غيره. وانا باعتقادي انه هاي المؤشرات الان، استعاده الحوار، فشل النمط الامني، ان شاء الله بيوصلوا لنتيجه انه لازم يعملوا حوار باتجاه الانتقال، اذا لا الشعب ما راح يوقف. طيب. واضح انه من الصعب ارجاع اقناع الشعب السوري يرجع يعيش تحت رامي مخلوف. على ذكر المقاومة دكتور، بقي 4 دقائق.